ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كلامي لكل ست معفنه ما بتهتمش بنفسها وما بتهتمش بنظافتها الشخصيه. انا جاي اقول لك على حته ماسك، بس يا ولا انت وهي على حته ماسك، انما ايه حكايه. الموضوع بدأ يا ولاد وانا كنت جعاني جوع نص الليل كده، فقمت ادور على حاجة في الدار، ما لقيتش اي حاجة خالص عشان اكلها، كنت ايه جعانة جوع. المهم رحت الزوزي، قلت له يا زوزي هات فلوس عشان نجيب حاجة ناكل، مرضاش وقال لي امشي يا مرة انت من هنا، انا لا عايزة اشوفك ولا عايزة اشوف ريحتك المعفنة. المهم رحت عند دار العمدة اشحت منه شوية مش عشان كنت جعانة قوي، بس العمدة كان ايه وبيته ايه وراجل غني ومعاه فلوس، بس ايه معفن مرضاش يديني اي حاجة ولا حتى شوية مش. المهم ايه روحت البيت وكنت مهبولة وجعانة ومش قادرة. المهم رحت ايه تفيت على زوزي ورحت قلت ايه تعالي يا بيت ادور على البيت، واقلب البيت كنت ايه عاملة زي الغولة، كنت جعانة قوي قوي. المهم قلبت البيت كله، افتكرت ايه ان انا من 5 6 سنين كنت عاملة في سيخاي ومحدقة في سيخ، فافتكرت بعد فافتكرت بقى بعد المدة دي كلها، قلت يا ابويا طلعت الفسيخة لقيت ريحتها ايه ريحتها معفنة، قلت ايوه هي كده بقت تمام. خدت الفسيخاية وكلتها، ارميها بقى؟ لا مرمهاش، ما انا مش ست خايبه، اخد بقى ايه القشر اللي طالع من الفسيخايه دي واحطها ماسكه على وشي. شايفين وشي عامل ازاي؟ ما هو ده من قشر الفسيخ يا حمرا انت وهي يا مرة يا نتنة يا معفنه.